عمرك سألت نفسك قبل كده ازاي كان بيحنطوا الفراعنة؟ بص، هو مبدئيا هم ما اسمهمش الفراعنة، هم اسمهم المصريين القدماء، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. اما بالنسبة للتحنيط فهو طلع حاجة عكس ما كلنا وانا واحد منكم كنا متوقعينها، وهي ان التحنيط بس بيقتصر على الملوك والكهنة. لكن بعد شوية أبحاث عملتها وأنا بحضر الموضوع بتاع الفيديو اكتشفت إن التحنيط كان عقيدة عند المصريين القدماء، وأكبر دليل إن التحنيط ما كانش مقتصر بس على الكهنة والملوك، لا وكمان الشعوب، لا دول كمان كانوا بيحنطوا الحيوانات. وأنا كواحد زرت المتحف المصري في التحرير وشفت بعيني الحيوانات المحنطة وصورتها لك بالتفاصيل، عشان كده هتلاقيها في الفلوج اللي صورته في متحف التحرير اللي هيكون في الديسكربشن أو في أول كومنت لو أنت على فيسبوك. زي ما قلت لك إن التحنيط أيام المصريين القدماء ما كانش مقتصر بس على الملوك والكهنة، بل إنها كانت عقيدة بيتم تعميمها على جميع طبقات المجتمع، سواء كانت الطبقة الغنية اللي هي الملوك والكهنة أو الطبقة المتوسطة أو حتى الطبقة الفقيرة. يعني هتتحنط. لكن طبعا كان بيكون في اختلاف كبير بين جودة وطريقة التحنيط وكمان في المواد المستخدمة. يعني عندك مثلا في الطبقة العليا واللي كانت منها الملوك، وهنا كانوا بيستخرجوا جميع الأحشاء الداخلية زي الكبد والمخ والأمعاء وغيرها. كانوا بيستخرجوا الأمعاء دي وبيتم وضعها في أواني بيطلقوا عليها الأواني الكانوبية، وكانت مادة الراتنج هي مادة صمغية من ضمن المواد اللي كان بيتم استخدامها علشان تكون يعني زي غلاف كده للموميا. طبعا ده بالنسبة لطبقة الملوك. أما عن الطبقة المتوسطة فكان ليها طريقة مختلفة شوية. يعني في الطبقة المتوسطة مثلا ما كانوش بيخرجوا الأحشاء الداخلية كلها، بل إن كان بيتم تحليلها عن طريق حقنة شرجية بيتم وضعها في دراع المرحوم الله يرحمه. يعني بعد كده كان بيتم تجفيف الجسد عن طريق مواد التحنيط واللي كان من ضمنها زيت الخروع. أما عن النوع الثالث وده كان خاص بتحنيط الطبقة الفقيرة. أما عن مرحلة الطبقة الفقيرة فهم هنا ما كانوش بيخرجوا الأحشاء أصلا، وكانوا بيكتفوا بتجفيف الجثمان عن طريق نوع ملح اسمه ملح النطرون، وطبعا ده كان أردأ بل أزبل نوع بيتم التحنيط عن طريقه زمان. وطبعا بسبب رداءة المواد المستخدمة ده كان بيخلي أغلب مومياوات الطبقة الفقيرة بتتحلل. وكل ده ليه؟ عشان فقير، عشان فقير فقير فقير. وبس كده، ده كان فيديو سريع حبينا نتكلم فيه بشكل مبسط عن موضوع التحنيط اللي ما ينفعش يخلص في الوقت البسيط ده، واللي ممكن نتكلم عنه بشكل اكبر في فيديو قريب، واحتمال نبقى نعمل فيديو عن الموضوع بشكل اعمق ونتكلم فيه عن تفاصيل اكتر واكتر. وعلشان كده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتسيب رايك في الكومنتات تحت، واشوفك الفيديو اللي جاي، وسلام عليكم.